يا صباح الورد والفل والياسمين. النهارده 1 نوفمبر، دلوقتي تقريبا الساعة 10 وشوية. احنا في خلال ساعات قليلة هنشهد الاحتفال بافتتاح أكبر متحف على مستوى العالم. المتحف الوحيد في العالم اللي هيضم أكبر عدد من القطع الأثرية تنتمي لحضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة. المتحف المصري الكبير اللي احنا بنقول عليه هدية مصر للعالم كله. مشروع عظيم جدا جدا جدا. الدولة المصرية قامت ببنائه على عدة مراحل يعني، وتوقف بسبب مشاكل معينة، وكان الأحداث اللي حصلت في 2011، لكن الحمد لله اكتمل بنائه وافتتح جزئيا من سنتين، وأنا شخصيا زرته من سنتين بالظبط. ودلوقتي النهارده ان شاء الله هيكون الافتتاح الرسمي الكامل لكل القاعات، وهيبقى فيه موجود حوالي يعني عشرات الالاف من القطع الاثريه النادره. كمان في حاجه مهمه جدا، هنلاقي يعني اول مره يعرض مقتنيات الملك توت عنخ امون، وهي اكبر كنز اثري اكتشف في التاريخ وفي العالم كله. هيعرض بقى كامل محتويات مقبره توت عنخ امون في قاعه مخصصه للملك توت عنخ امون موجوده في المتحف ده. المتحف ليه كده نظره ممكن تطل منه على اهرامات الجيزه، يعني بيربط حضارات بقى. الحضاره المصريه القديمه في لمده قرون واكثر من 7000 سنه، وهتلاقي الاثار دي كلها موجوده. المتحف ده اتكلف تقريبا حوالي مليار و200 او 270 مليون دولار. واحد يجي يقول لك ايه ده، احنا صرفنا عليه المبلغ ده كله؟ هو المبلغ ده كله كان منح وهبات ومنظمات دوليه مهتمه بالثقافه والاثار زي اليونسكو مثلا ساهمت في انشائه. احنا بنقول ليه اهتمام الدولة المصرية بالسياحة؟ بنقول ان اخر احصائية لعدد السياح اللي جم مصر حوالي 15 مليون سايح، مع العلم ان في دول تانية ما عندهاش 10% من المقومات السياحية اللي موجودة في دولة زي مصر، بيوصل لها الاعداد ل 80 و100 مليون سائح كل سنة. فالدولة المصرية بتقوم بخطوات جادة للنشاط السياحي عشان نرجع لإرادتنا السياحية تاني، وتبقى مصر هي الوجهة السياحية على مستوى العالم، لأن احنا بنتمتع بحاجات كتير جدا، وعندنا حاجات كتير جدا تخلينا وتؤهلنا ان احنا نكون في المقام الأول. النهاردة هيجي 79 وفد رسمي يحضر افتتاح المتحف، منهم 39 وفد برئاسة ملوك ورؤساء حكومات دول على مستوى العالم، دول عظمى ودول كبيرة ضيوفنا وهيشرفونا. وده يقول لك مدى أهمية المتحف النهارده وافتتاحه على مستوى العالم لإحياء الثقافة وإظهار الحضارة المصرية القديمة، ويكون نقلة إن شاء الله سياحية كبيرة موجودة لمصر. انا رحت المتحف ده من سنتين زي ما قلت. بدعو كل الناس انها تروح المتحف بعد الافتتاح ما يخلص ان شاء الله. من بعد بكره هيبقى فيه افتتاح للزوار، في خصومات وتخفيضات لطلبه المدارس وطلبه الجامعات وطلبه كليه الاثار والناس اللي بتشتغل في السياحه، والنقابات هتعمل تخفيضات. فدعوه مهمه جدا ان احنا ناخد اولادنا وناخد اصحابنا ونروح نزور المتحف ونتفرج على العظمه اللي موجوده فيه. انتظروا افتتاح عظيم مهم جدا كبير، العالم كله مهتم بيه. صباحكم فل، كل سنة وانتم طيبين، ودايما كده يا رب مصر في فرحة وعزة ونصر، ومن نجاح لنجاح وتقدم لتقدم إن شاء الله.